أسماء كبيرة هو اللي كان اعتماد زلاتكو عليها كثيرا في المنتخب، وشارفت على النهايات حتى ال 30 تقريبا، تعدت ال 34 سنة و 35 سنة، فنهاية حقبة وجيل كامل قدم المنتخب الكرواتي ووضع اسما من ذهب يعني فيما بين المنتخبات الأوروبية، وكان على مستوى الأداء في الميدان وعلى مستوى النتائج في أقوى وأعتى البطولات العالمية. الحظوظ أنا أعتقد خصوصا أن المنتخب البرتغالي اليوم لن يلعب يعني بكامل التشكيلة، راح أكثر من لاعب، راح رونالدو مثلا، راح لا بس خليني في كرواتيا لو سمحت. لهذه الدرجة عاطفتك مع زلاتكو كبيرة، يعني أنت قلت بأن كرواتيا لديها مشكلة في اللاعبين وفي كبار السن وإلى آخره، ولكن ما قلت أنه مدرب له 7-8 سنوات مع المنتخب يعني خلاص قدم كل شيء عنده، المفروض يتم تغييره. إيه هو قدم كل شيء، بس وش اللي قدمه هو قدم انه يكون ثاني كأس العالم بالامكانيات هذه وبالاسماء هذه، انه يكون يكرر مرة اخرى ويصل الى دور الاربعة في كأس العالم، يكون الثالث انه يصل الى نهائيات الامم الاوروبية. هذه ارقام يمكن الكابتن سامي كمدرب يقدر يعطيك القيمة الفنية والمعنوية بهذه الاسماء انك تستطيع ان تستطيع ان تناطح وتكسب المنتخبات واعتى المنتخبات باكبر الاسامي العالمية. يعني خلينا نقول لك انت تتكلم عن مجرد وجود مودريتش فقط هو اللي كان موجود في سلسلة الافضل اللاعبين في العالم، او الذين حتى نافسوا على اعلى الجوائز في البالون دور او حتى في جوائز افضلية اللاعبين في اوروبا. فعلى حسب الامكانيات اللي كان يملكها زلاتكو، نعم هو قام بما لا اتوقع ان ياتي اي مدرب اخر للمنتخب الكرواتي يستطيع ان يقوم بما قام به زلاتكو مع المنتخب الكرواتي. فوز اليوم راح اقرب للفوز زي ما قلت لك، لانه المنتخب البرتغالي لن يكون بكامل التشكيله، ولكن هو لديه الشغف او لديه الاسباب التي يبذل فيها المجهود المضاعف للفوز بثلاث نقاط في مباراه. عندما تنظر كابتن سامي طرابلسي للثلاث منتخبات المتنافسه وعلى الاقل تقدير لديها بسيط من الامل، كرواتيا، اسكتلندا، بولندا، منطقيا وايضا ومهنيا ايضا بولندا طبعا ما عندها امل، ولكن اسكتلندا وكرواتيا منطقيا المنتخب الكرواتي هو الافضل، هو الاقوى، هو اللي سمعته اكثر، هو اللي منجزاته ربما اكثر، ولكن وضع نفسه في هذا الضائقه بشكل كبير جدا في هذه المجموعه. هو ليس وضع نفسه، هو اكيد لكونه ثم ظروف حتمت عليه باش يكون في المستوى هذه وكان في الوضعيه هذه. انا اعرفه لكونه المنتخب الكرواتي يضم بعض اللاعبين وممكن يضم مجموعه لا باس بها اللي فاتت الثلاثينات، معناتها هذا اشكال. حاجه ثانيه لكونه الدوري الكرواتي ليس بالدوري القوي، معناتها كما الدوري الاسكتلندي ولا الدوري الانجليزي ولا الدوري البرتغالي، اكيد معناتها دوري ليس بنفس الحجم وليس بدوري اللي باش ينتج لاعبين على مستوى عالي. كرواتيا اللي عملته اللي قامت به في المواسم الاخيره وحضورها وتميزها على مستوى العالم وعلى مستوى اوروبا حسب رايي انجاز كبير، مقارنة بالعديد من المنتخبات اللي بخلاف اللي كون عندها دوريات قوية، لكن على مستوى تصدير اللاعبين كنا نحكي على البرتغال والكم الهائل من تصدير اللاعبين لدوريات كبيرة. معناتها ليس الحال بالنسبة لكرواتيا. كرواتيا ثم مجموعة ليست بالكبيرة، معناتها اللي هم اللي تنشط في أوروبا، ليس بالدوري اللي باش يصدر كل موسم 10 و15 لاعب على مستوى عالي اللي ينشطوا في أندية كبيرة أو في بطولات على مستوى عالي. كرواتيا ممكن بداية نهاية جيل، معناتها أنت اليوم تحكي المباراة الأخيرة كان المنتخب الكرواتي ناقص لاعب من نهاية الشوط الأول بلاعبين فيهم واحد مودريتش قارب 40 سنة، بعض اللاعبين اللي فاتوا ثلاثينيات. بالرغم من هذا معناتها شفنا اللي كونه المنتخب
الاسكتلندي بصعوبة تمكن من الفوز معناتها 1-0 بصعوبة كبيرة. هذا يدل على القيمة الفنية والقيمة معناتها المهارية متاع المجموعة. نرجع لزلاتكو، أكيد إنجاز كبير حقه مع منتخب كرواتيا، وأنا ما نشوفش علاش معناتها مدرب اللي قام بأشياء على مستوى عالي ونتائج مميزة ما نشوفش علاش اللي كونه يقع تغييره معناتها إذا كانت نتائجه طيبة، وإذا كان هو اللي حد الآن متأهل، ولا إذا حد الآن معناتها قاعد يؤدي والمنتخب الكرواتي يؤدي في أداء جيد. ظهر لي المحافظة على المدرب حاجة مهمة معناتها. صحيح. الفريق الآخر أو المنتخب الآخر ربما المنافس كرواتيا على هذا المقعد، وإن كان هناك يعني أمل ربما يعني خلينا نقول ليس بالضعيف جدا، وهو المنتخب الاسكتلندي الذي يحل في المرتبة الرابعة.